عودة أخيرة من خلال حلقة اليوم وإحنا معاكم على الهواء مباشرة، وأنا آسف إني ما قاعد أقرأ كل التغريدات الكثيرة لضيفتنا الفنانة الأنين، وأيضا هناك اتصالات عديدة وكثيرة لضيفتنا، بس ما في تايم يا الأنين، ونبي نستمتع وناخذ معاك بالحوار وايد. يبي جزء ثاني، نكمل الجزء الثاني الأسبوع الجاي. لا تغشمر. الأنين بتكلم عن أغنية كلها منك. أنا مصر على هالسؤال، وهو صورة البوستر بصراحة بالنسبة لي بالنسبة حق ناس وايد كان ملفت للنظر، وكانت فكرة جديدة تماما شايفينها الحين احنا مع بعض على الهواء، اللي هو البوستر الخاص بأغنية كلها منك. شنو قصة هذا البوستر؟ وشنو تقصدين بالألوان أو اللون اللي حضرتك حاطته؟ اللون اللي أقصده فيه يلوق على النفنوف اللي أنت لابسته. بس مو مبين النفنوف عدل. هو مو مبين يعني. أنا خليني أقول لك، هو أساسا أنا كلهم صورتهم مع بعض. أي. كنت مسوية 3 أغاني. أي. والفكرة مالتي كانت إن في عندي مثل ثيم معين أبي. أي. اللي هو أنا كنت أبي أحط شيء على وجهي، أرسم شكل، لأن أنا كنت توني بظهر بروحي. فيعني كان بالنسبة لي إنه يعني فكرة ببالي. ودقيت على المصورة وضحة الحربان، أمسي عليها بالخير. نعم. فيجن فيجوالز طبعا استديو. نعم. قلت لها ان انا بأصور. طبعا آلاء اسلم عليها، آلاء الهندي، هي اللي اعطتني رقمها، هي نصحتني. نعم. قلت لها ابي اصور، شلون؟ كانت تقول لي افا عليك. اعطتني وضحه، فصورت. كلمت وضحه اليوم الثاني على طول. يعني انا بس بقول لك الفكره انه صارت على طول، يلا لان مستعجله انا وابي اخلص. منو يرسم على الوي؟ عندك عزيز دقيت. ايوه رفعت التليفون عليه نفس الوقت، باكر يلا شنو عندي بالكبت. كذي صارت السالفه، فكلها بالصدفه اللي صار، حتى بالصدفه مجرد قلت له فكرتي انا شنو ابي. نعم. ان انا ارسم على وجهي، فقال لي ما عليك وريته صوره شيء كذي. فما علي انا قعدت، انا والله لابسه نفنوف على قلوب مسكينه ما لي شغل. انا قعدت، هو سوى بوي كذي. بس حلو اللي سواه. كان في يمكن حسب اللي تكلمنا فيه انه في انتقادات، بس والله في انتقادات، في انتقادات، لكن لا يخلو اي شيء من الانتقادات، سواء طبعاً انت سويت كذي او ما سويت. لكن بالنسبه لي هي الصوره يعني لازم انت تكون حق انت بتقدم شغله، لازم تكون مسوي شغله جديده. وانا دائما احب اسوي الاشياء الجديده، وهي تفيد ما تضر يعني بالاخير. انك انت تطلع بشكل، انا لمتى يعني اوكي لبست وصورت زين خلاص، مره بسوي كذي مره بسوي زين، وبعدين نعم انا على يوم بدور وجهي واصور، عرفت شو اسوي؟ لا جميله بكل حالاتك الانين، والصوره جدا حلوه، انا من مشجعينها بصراحه. وايد حلو الستايل اللي طلعت فيه. وتحياتنا لعبد العزيز الجريب وآلاء الهندي وكل الاسماء اللي حضرتك ذكرتيها. نغني يا الانين. ماذا ستغنين؟ راح اغني حق انغام. اوكي. بدل هم نبي شيء حصري كذي جديد حق رايكم شباب. راي لا غني حق انغام. زين يلا عيل، هذا حصري. انغام؟ لا هذا حصري. بس ما راح اتكلم، اقوله وبعدين اقول السالفه دام. اوكي. تو إذا قلت غلط سامحوني. اوكي. حسبت أشواقنا غابت، ناوي تقولها وتدري بأن الشوق لا يغيب، جمرة من الصعب تطفى، ليالي تمر من دونك، يضيق الكون في صدري، سهرت الليل وعيوني أبد ما ودها تغفى. لوين بتوصل في بعدك، متى بلقاك
الزمن كفى ولا قلبي معنيني ترى ما دوب أدري غيابك نار في جوفي أبيك تشوف لي صرفة لوين بتوصل في بعدك متى بلقاك يا فجري متى بنسى بك العالم ترى هذا الزمن كفى ولا قلبي معنيني ترى ما دوب أدري غيابك نار في جوفي أبيك تشوف لي صرفة. رائعة والأغنية روعة. أنت مسوية مزج أو ما مسوي شيء غريب صح؟ هذه طبعا اغنيتي، انا ما اعتبرها سنجل، هذه راح تكون الاغنيه الثالثه اللي راح اطرحها ان شاء الله. يعني اكسكلوسيف ولاول قلت مرة. شو اسمه يلا بعد راسي احنا اللي استمتعنا فيها. شنو قصة هذه الأغنية؟ اذا لاحظت الدخول، طبعا امسيها على الشاعر الرائع صديقي احمد العطاس. نعم. هو قدم لي نص، النص طبعا وصل لي بالواتساب وانا قاعده اقرا. طبعا النص هو من هني لهناك يعني. اوكي. النص يعني لا هو طويل. تعبان بالنص، وايد تعبان يعني معاني. فانا قاعده اقرا الكلام، قاعده اقرا تمام الوضع كذي كذي كذي، وصلت قبل الاخير كان اقرا حسبت اشواقنا هو حسبت اشواقنا قلبي قام يطقطق، انا عرفت. اوكي. حسبت اشواقنا غابت نوال تقولها وتدري بان الشوق لما يغيب جمره من الصعب تطفى. روعة. اوكي. كان على طول هني تمسح كل شيء فوق، كان تمسكه وتحطه فوق هوب. صعدتي فوق. صعدته حطيته بالمذهب، وخذيت بعد كوبلي عن نونو. الفكرة كانت بكل بساطة أن هي حالة وهم تشرح، يعني حسيت بنفس الوقت أن الفنانين الكبار دائما لما يجون يقدمون شغلة أو لما يغنون تلقاهم ذكروا أم كلثوم، ذكروا فيروز، نوال هم حبيبتي نوال ذكرت فيروز، أذكر فيروز. نعم. فأنا بس شفت الكلام هذا قلت أنه يعني الأمانة هي شخص بالنسبة لي تعتبر من، يعني أنا أتشرف أني أنا أقول اسمها. طبعا. يعني يكون من عندي أنا أن أنا ذكرتها هم بأغنية، لأن هي تستاهل أن أحد يذكرها بأغنية. طبعا تستاهل. احنا نشكرك على أنك أنت غنيتي لنا هذه الأغنية حصريا في الرأي ورايكم. أرجع أقول ترى مو سنجل، أنا مسويتها حبا يعني. شو اسم الأغنية؟ اسمها وله قلبي. وله قلبي. طبعا أنا تعمدت ما حطيت الاسم لأن ما كنت أبي أحرق الفكرة، بس كان الحين خلاص صارت. فزنا فيها. كسبناك اليوم يا الأنين. احنا للأسف وصلنا معاك للختام. خلاص التايم، تخلينا نخلص الوقت، وصلنا لساعة 6. أشوى أحسن. خلاص الحين راح ترتاح أعصابك. اي شوية. عزيزتنا الفنانة الشابة الأنين، شكرا جزيلا. الله يوفقك إن شاء الله في كل خطواتك. كان عندي وايد أسئلة، كنت بسألك بتمثلين ولا بنتي ممثلة، بس أشري إي ولا لا، بتمثلين ولا بنتي ممثلة، شنو جديد، ايش اللي بتسويه، يعني قاعد تفكر بالتمثيل. وايد امور اكيد راح يكون في معنا حلقات اخرى. انا احب اول شيء هم صدق احب اشكر كل الناس اللي قاعد يتابعونا الحين، واشكر قناه الراي بعد لاستضافتهم، واشكرك انت وايد. الله يسلمك. اي احد ساعدني سواء بدايه مشواري لحد الحين انا اشكره من كل قلبي. وجودكم بحياتي سواء كانوا ناس اعرفهم من اصدقاء، من فنانين، من اهلي، من كل اي شخص يعني لي اشكره من كل قلبي، ويعني لي اي قطره يسوي لي اياها من جد. لان انا ما احب انكر معروف احد. نعم. واشخاص بحياتي مره، وسواء كملوا معي مشوار او ما كملوا معي، انا مجرد المرور انه مروا بحياتي يعني لي الكثير. نعم. واشكرهم من كل قلبي سواء كان شيء زين او غيره يعني. نعم. الله يسلمك. شكرا جزيلا فنانتنا الشابة الرائعة الأنين على وجودها معنا اليوم من خلال الرأي ورايكم شباب. هذه كانت حلقتنا. اللي طافتها الحلقة يشوفها باكر الساعة 9 الصبح، وأيضا راح تكون موجودة إن شاء الله على الويب سايت الخاص في اليوتيوب اللي هو الراي تيوب. خلاص.